بعد ما لفينا في أسوان في الفيديو اللي فات، جه وقت المغامرة اللي مستنيها، أزور معبد أبو سمبل، واللي في الحقيقة هو بيبعد عن أسوان 285 كيلو. خرجنا من العاصمة ورحنا أقصى جنوب أسوان، قعدنا حوالي 4 ساعات، بس مش هتحس بيهم لأن الطريق كله كان مناظر طبيعية. وصلنا أخيرا أبو سمبل، وأول حاجة تستقبلك بحيرة ناصر واللي شكلها تحفة بجد. رحنا قطعنا تيكت الدخول، وكنت متحمس جدا لأن ده أكتر معبد كان نفسي أزوره في حياتي، المعبد اللي موجود على الجنيه المصري، معبد أبو سمبل، واللي اتنقل من مكانه الأصلي. وفي عملية النقل اتقطع المعبد ل 1200 كتلة حجرية، كل كتلة تزن حوالي 3 طن، ورقموا كل كتلة لتسهيل عملية إعادة البناء مرة أخرى. والعملية دي صنفت إنها من أعظم العمليات الهندسية من كتر دقتها. الواجهة اللي هتشوفها أول ما تروح طولها 30 متر وعرضها 35، وبنشوف في الجزء الأعلى منها صف من 22 بابون، وتحتهم ألقاب رمسيس الثاني. والأربع تماثيل اللي بره المعبد بتمثل الملك رمسيس في مختلف أعماره، وحجمهم ضخم بهدف توزيع الرهبة في قلوب كل اللي بيشوفوه. وتحت عند رجليه هتلاقي تماثيل صغيرة، ودي لمراته نيفرتاري اللي هنيجي لمعبدها بعد شوية. والمفتاح ده اللي عملته هيئة اليونسكو لفتح المعبد بعد نقله وإنقاذه. وأول جزء لما تخش المعبد هو صالة الأعمدة، موجود فيها 8 تماثيل للملك رمسيس، وأغلب النقوش الموجودة داخل المعبد للملك رمسيس وهو بيقدم القرابين. والغرفة دي تعتبر أهم غرفة في معبد أبو سمبل، وهي قدس الأقداس. والشمس بتتعامد على التماثيل الموجودة في قدس الأقداس مرتين كل سنة، مرة يوم 22 أكتوبر ومرة يوم 22 فبراير. الكلام ده بيحصل مرتين بس كل عام، يوم 22 اكتوبر و22 احنا فبراير. في لحظة حوالي يعني هي مش بتتكرر كتير. ولكن مش على كل التماثيل، إنما على وجه أول 3 تماثيل فقط، لأن الرابع ملوش أي نصيب من الشمس لأنه إله الظلام. وده بيعرفك دقة وعبقرية المصريين القدماء. وده واحد من أعظم المعابد المصرية اللي كنت عايز أشوفها. وما اكتفاش الملك رمسيس لبناء معبد ليه بس، ده بنى لزوجته الملكة نيفرتاري معبد صغير جنبه كهدية ليها، وهو اللي سمى زوجته بالاسم ده. فلو بحثنا عن معنى الاسم هنلاقي معناه الحلوة التي توجد في وسطهم. وكمان في الواجهة بتاعت معبدها هتشوف 6 تماثيل، 4 رمسيس و2 نيفرتاري. الملك كان منحوت في نفس حجم مراته، كأنه بيقول للعالم ان دي مش مجرد ملكة، دي نص التاني، زوجة نيفرتاري، اللي كاتب لها على المعبد يا من تشرق الشمس من أجلك. ودي كانت تجربتنا في معبد أبو سمبل. ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان تشوفوا التجارب اللي جاية.